السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنبتدي بقى في الانتجر فانكشن خاص بالعمليات الحسابية. ازاي؟ هنكتب والله انت، طبعا ما فيهاش حروف كابيتال زي سترينج، اول حرف كابيتال لا، ده كله حرف سمول. نكتب مثلا المتغير اللي احنا عارفينه يساوي 25. طيب نتك برنت قلت اهو، نتك رن، هيظهر ايه؟ هيظهر هنا 25. طيب عايز برضو ادمج، نعمل برضو نفس الموضوع السترينج في الدمج. انا هعمل اهو انت ايج يساوي 26. وطبعا اي انتجر يعني ما بياخدش علامة تنصيص. يعني لو جيت عملت علامة تنصيص كده على الرقم هيجي لك ايرور على طول. مفيش علامة تنصيص في الايه، في الانت، عشان ده عملية حسابية. السترنج بس الخاص بالنيم، يعني بالاسماء، هو اللي فيه، هو الفيرابل اللي فيه اتحط فيه علامة التنصيص. طيب نمسح علامة التنصيص تاني. جيت انا عملت اولد ويج اهو متغيرين. طب في حاجتين زي ما احنا عارفين، زائد بلس، يعني بلس كده زائد ايك. تمام، هيطلع ايه؟ قول انت معايا نشوف بقى. طلع معانا 51. جمع الايه، الاتنين. طب ليه ما ضافش الاتنين؟ انا جمع الاتنين مع بعض، مجاش طبعا ده الواحد وده ليه؟ عشان دي عمليه حسابيه، مش زي الايه الاسماء. الاسماء بيكتب لك مثلا علي مثلا حسين محمد، بيكتبوا لك عادي عشان اسم. لكن ده الطيب بتاعه، الفارول بتاع ايه؟ انت، يعني رقم حساب. فايه، جمع 25 16 طلع 51. طيب نعمل حاجة تانية برضو الطريقة برضو التالتة. مسحنا خالص، نعمل كده. هنيجي نعمل متغير تاني خالص، مثلا انت نم مثلا بيساوي اولد، يساوي اولد اولد زائد اك، لا اك. ونعمل ايه العلامة السيمي كولوم، ونيجي نكتب هنا نم. نعمل رن كده. اللي حصل معايا جامعة برضو، يعني حطيته في متغير تاني اهو، متغير غير دول خالص، حطيت متغير كمان غيره خالص، وجمعت الاتنين مع بعض، وكتبت بقى الايه الاسم المتغير ده هنا في البرنت، فطبع ايه الجمع. يعني ينفع تعملها في البرنت، تجمعهم في البرنت، وتنفع تجمعهم في متغير وتطبع الايه المتغير بس في البرنت. تمام. طيب حاجات تانية، نمسح دي خالص. تمام، نمسح دي كمان. هنعمل والله مثلا قلت بتساوي قلت زائد واحد. تمام اهو. مثلا هنعمل هنا برنت اولد بقى. ايه اللي هيظهر دلوقتي؟ انا كتبت اولد اللي هو الاسم المتغير بيساوي اولد زائد واحد. ايه اللي هيحصل؟ هنشوفه مع بعض. جالك 26 زود واحد. طب انا جيت والله قلت له زود 12 مثلا اهو، هيزود ولا بقى 37. طيب جيت عملت تاني نفس الموضوع، عملنا كده والله. قلت بيساوي قلت ناقص ال 12. ناقص ال 12 تاني، شوف هيعمل معانا ايه. ناقصنا ال 12 اهو، عملنا برنت ايه، عملنا برنت قلت. هل هيطلع إيه هيطلع النتيجة؟ هنشوف دلوقتي. نقص ال 12 رجع 25 تاني. يبقى احنا كده تاني نقول تاني كده إيه؟ المتغير الاولاني 25، جينا زودنا 12 وصل مثلا 31. تمام، جينا نقصنا ال 12 تاني، بقى ايه، بقى 25 رجع القيمة الأساسية تاني. طب أنا والله في حاجة تانية، في ضرب. أنا عايز أضرب مثلا الرقمين مع بعض. تكة أولد يساوي أولد تاني. في طبعا اللي هي علامة النجمة، في هتلاقي علامة النجمة عندك في الكيبورد. تمام، والله في 5 مثلا، ورحت جاي عامل ايه السيمي كولوم وعملت رن. هيطلع كام؟ ضربت الرقم في 5 هيطلع 125. تمام، يبقى انت كده خدت جمع وطرح وضرب، وخدت اللي ازاي تدمج الاتنين مع بعض، سواء بمتغير، سواء بالبلس، تعمل بلس لو زائد
مثلا ايج زي ما كتبنا قبل كده، هتلاقيه طالع لك، هنعمل متغير الايج اهو تاني اهو، انت ايج يساوي 20 ونعمل علامة، هيجمع الاتنين مع بعض اهو. دلوقتي هيعمل ايه؟ المفروض يعمل ايه؟ حتى كده جمع، هنشوف دلوقتي. جمع الاتنين اهو، ركز في الحتة دي اوي، جمع الاتنين مع بعض. نرجع معلش تاني كنترول زد. جمع المتغيرين مع بعض، جمع ده وده مع بعض اهو عشان انا جمعناهم في البرنت، وضرب كمان، وضربهم، يعني ضرب طلع الناتج ايه بزيادة 20. عمل جمع وايه وضرب في نفس الوقت. دي دلوقتي طول ما انا ماشي نقصت هينقص، جمعت هيجمع، عملت في والله ضرب شغال، مفيش اي مشكلة. كذلك برضه هتلاقي قابل نفس الموضوع ده في الارقام العشرية اللي هي الدبل. تمام. بس انا ايه ناخد الانت نقول كمان مرة نعيد عشان برضه يبقى ايه من الاول تاني. اول حاجة انا بكتب انت، طبعا الحروف كلها سمول، بكتب متغير يساوي والله 25 50 1000 زي ما انت عايز. بعمل ايه بعد كده؟ شيل دي كده معلش. بعد كده والله باجي بكتب اولد اسم المتغير، تمام، يساوي اولد زائد 12 والسيمي كولون، هيتك رن هيزود لك ال 12. دي اول حاجه اهو، هنمسح دول عشان محدش يتلغ فين اهو. تمام اهو، تكيت كده تلاقي جايب لك الايه، يعني زودت 12 جايب لك 37. تمام خلاص جميل. جيت عملت والله ناقص 12، تمام، هيطلع كام؟ هنشوف برضو مع بعض. والله طلع 13. طب انا عملت والله في بقى اهو، ده 300 على طول، مفيش بقى. يعني انت عملت كده كل الايه، كل الاوامر بتاعته. كذلك برضو في الدبل هتلاقي نفس الاوامر برضو بالظبط زيها، بس فرق ده رقم عشري وده رقم فردي، رقم حسابي فردي، بس ده الفرق. في حاجة برضو هنضيفها في الفيديو برضو. دلوقتي في حاجة اسمها هاشتاج، يعني في حاجة اسمها اللي هو ايه تعليق. دي بتسمى في البرمجة تعليق. يعني ايه تعليق؟ انا والله بكتب سطر برمجي، يعني انا جيت كتبت والله دلوقتي انتجر اهو، تمام، وعملت ايج وعملته يساوي 30، تمام، هو كده ظاهر اهو. طيب انا جيت عملت والله كده الشرطتين دول، ايه اللي حصل؟ شوف قلب ازاي. ده شوف قلب من الابيض رصاص، نرجع تاني كنترول زد. دلوقتي كتبت المتغير، كتبت الانت اللي هو انتجر، المتغير بيساوي 30. جيت والله انا عايز اعمله تعليق، يعني هو يكون ظاهر لنا، ظاهر لنا، بس ما ينطبعش في التيرمينال اللي هو هنا، حته ما ينطبعش هنا. اعمل ايه؟ والله بعمل شرطتين اهو، ده كده تعليق، ده اسمه تعليق. لو انا حتى جيت عملت عند دي برضو اللي شغاله وعملت تعليق اهو، اتلغت. لو جيت عملت رن مش هترن، قالك مش موجوده، ايرور فين، مش موجود، يقول ده فين، مش موجود، اكنه ما تعرفش عليه، مش موجود عشان عملته في تعليق ظاهر ليا بس ما بينطبعش. جميل. ان شاء الله هنتكلم بقى الفيديو القادم باذن الله عن الدبل ونفس الاوامر برضو الرقم العشري. انتظرونا ان شاء الله الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.